التلاميذ المغاربة يتألقون في المسابقات الدولية. سامي موساوي تلميذ يدرس بالجذع المشترك بإحدى المؤسسات التعليمية بقرسيف توج بالمرتبة الأولى في مبادرة الموهوبين العرب في حفل نظمته مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع مؤخرا بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. من قرسيف ريبورتاج نبيلة أزرقان، سمير بركة ويوسف الشرقي. سامي موساوي طفل مولع بحب الرياضيات والثقافة، يدرس في الشعبة العلمية بالجذع المشترك بقرسيف. في عمر 15 تمكن سامي من الفوز بالمرتبة الأولى كموهبة استثنائية ضمن مبادرة الموهوبون العرب التي نظمتها مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع بالعاصمة السعودية بمشاركة تلاميذ من 15 بلدا. شاركت في هذا المسابقة ابتداء من التاسعة، وتأهلت مع 91 تلميذ من المغرب أننا نشارك فيها، والحمد لله بالتوفيق من الله قديت أنني نمثل البلد ديالي في هذه التظاهرة العلمية العالمية، وقديت أنني نمثل خير تمثيل. تتويج سامي اعتراف بموهبته الاستثنائية ومساره الدراسي المتميز داخل مؤسسته التعليمية. هذا التتويج مبعث فخر لوالدته وللأطر المشرفة على دراسته. الحمد لله والشكر لله الذي تتم بنعمته الصالحات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أنا فخورة بابني سامي، الحمد لله الذي حقق هذه النتيجة المرضية وتمكن أنه يمثل المغرب على الصعيد العالم العربي الحمد لله، وحصل على الرتبة الأولى مع مجموعة من المتعلمين من الدول العربية الأخرى. وتلميذ سامي كان عندنا منذ الابتدائي، حيث في 2019 خدا السادس وجاب النقطة الأولى إقليميا، وموراها نجح في واحد المسابقة وطنية في الرباط اللي كان نجح ومثل الإقليم وطنيا. وهذا الشيء تبارك الله عهدنا فيه هذا الحسن الأخلاق، المثابرة، العمل جدي في العمل. والآن حصل على هذه المسابقة واللي هي دولية عربية في السعودية ومثل فيها البلد ديالو، هذا الشيء شرف كبير. سامي نموذج لتألق التلاميذ المغاربة في المسابقات الدولية، آخرها هذه المبادرة العربية الرامية إلى اكتشاف المواهب العلمية بالوطن العربي وتقديم الدعم لها من خلال برامج تكوينية حضورية وعن بعد.